السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، نهار جديد، معكم شهوة الدار مع فاطمة. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، غادي نحضر معكم المسمن اللي تتبغي. المسمن يعني مضوبل، المسمن اللي كيجيكم مرق اكثر. جبت لك واحد الطريقة اللي ساهلة وغادي تعجبك بزاف بزاف، مختصرة، يعني طريقة ساهلة بزاف وغادي تعجبك. والتقرميشه ديالها، السمعة التقرميشه ديالها تجي رائعة بزاف. ما تنساونيش من داك اللايك ديالكم، الله يجزيكم بالخير، الله يجزيكم بالخير. صلّوا على النبي. غندوز الوصفة ديال اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله على بركة الله. هنا غادي ناخد جوج سلايف ديال الدقيق الفورص، يعني نص كيلو تقريبا ديال الدقيق الفورص، مع زلافة ديال الدقيق الفينو. دائما تنغربلهم. درت هنا الملح تتبقى على حساب الذوق، وغادي نزيد هنا واحد 2 معالق صغار تاع الحليب بودر اولا حليب غبره، تعطي واحد المذاق زوين للمسمن، يعني الملوي ولا هاد المسمن المربع تعطيه مذاق زوين. غير جربوا، ما عندكمش ماشي مشكل. واحد المعلقه ديال الخل اللي متنستغناش عليها في المسمن، تعطي واحد الطريقه زوينه، ما تخليش هذاك المسمن يتجبد نتوما تاكلوه هو يتجبد نهائيا. صافي هنا زدت واحد المعلقه تاع العسل، ممكن تعوضوها بمعلقه تاع السكر سنيده. صافي هادو هما المكونات ديال المسمن. صافي هنا غادي نجمع العجين ديالي غير بالماء بارد، دائما تنعجن غير بالماء بارد، ولا كاين الجو بارد بزاف بزاف راه تندفيه واحد شويه. صافي هنا غادي نلم العجين ديالي كما تلاحظوا معايا، نطلعوها شويه مرخوفه باش ما تعذبناش بزاف، باش ما تاخذش يعني وقت في الدليك. صافي غادي نعجن العجين ديالي وغادي ندلكها واحد شويه، تقريبا واحد 2 دقائق تقريبا ولا ما كاملاش، غير ديك نحس بالعجين ديالنا ارتبط وتجانست. صافي ونوقف عليها. من بعد ما دلكتها دهنتها بشويه ديال الزيت، وغادي نجمعها في السلوفان ولا بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح. قد ما ارتاحت العجين تاع المسمن تعطيكم الطوع زوين الخدمه، والعجينه تجي معكم بسهوله في التورق. من بعد غادي نخليها ترتاح وغادي نرجعو باش نشكلوها. هنا بعد ما خليتها تقريبا واحد نص ساعه ما فيها لا خميره لا والو، غادي نشكل هنا كويرات. انا فرقت على 4 ديال الكويرات كما تلاحظوا معايا باش غادي نخرجوا، يعني كل كويره غتخرج لنا 4 ديال المسمنات. نتوما غادي تلاحظوا معايا الطريقه اللي ساهله وتتعطي توريق اكثر، يعني اللي تتبغي هكا المسمن يعني وحده في قلب وحده. جبت لكم الطريقه راه ساهله. صافي انا غادي نغطي عليهم ونخلي العجين ترتاح بعد ما دهنتها بشويه ديال الزيت، وندوزو باش غادي نذوبو شويه ديال الزبده، وغنبداو نخدمو المسمن ديالنا بعد ما خليته يرتاح تقريبا. هنا الخلطه اللي عندي اللي فيها شويه ديال السميده مع شويه ديال الفينو. ديكم الخلطه اللي فيها شويه. هنا غادي نورق العجين مزيان مزيان كما تلاحظوا معايا، ضروري تورقوا العجين مزيان. الخلطه اللي قلت لكم فيها شويه ديال الفينو مع شويه ديال الدقيق الفورص مع شويه ديال السميده مع واحد الرشه ديال الخميره ديال الحلوه، غتعطي واحد التوريق زوين. هذه هي الخلطه اللي ما تستغناش عليها، تعطينا توريق زوين للملوي. صافي هنايا غادي نسرح العجين كما تلاحظوا معايا. الزبده اللي ذوبتها زدت عليها شويه ديال الزيت. بعد ما سرحت العجين مزيان صافي هنا غادي نرش عليها بشويه ديك الخلطه اللي عندي كما تلاحظوا معايا. صافي هنا خديت الجراره تاع البيتزا كما تلاحظوا، وغادي نقطعها مربعات على هذه الطريقه. هذه الطريقه اللي ساهله وزوينه زوينه بزاف وغادي تعجبكم، انا مأكده غادي تكون ان شاء الله غادي تعجبكم. صافي هنا قطعت العجين وسنورق يعني نطوي العجين على شكل مسمن مربع كما تلاحظوا معايا. هاكا نديرو وحده في قلب وحده. ما بغيتوش هاد الطريقه يعني تخليو كل وحده بوحدها، حتى هي الطريقه اللي زوينه بزاف. المهم عطيتكم 3 ديال الحلول، غادي نزيد معكم الحل الثالث، ويعني الطريقه الثالثه غادي تعجبكم حتى هي بزاف. صافي انا درت وحده في قلب وحده، يعني كل وحده غادي نديرها في قلب وحده. صافي انا طويت هنا 4، ومن بعد غادي ندوزو نشكلوا العجين بنفس الطريقه ونديروا وحده في قلب وحده. الطريقه ولا الفيديو يكون شارح راسو، نتمنى تفهموني. صافي نسرحوا العجين لا باتناش بلايصه غليظه، وتندير بديك الخلطه ديال الفينو على هاد الطريقه هكا. غادي نسرحوا الكره الثانيه بنفس الطريقه، تنورقوا غير بالزيت. انا عندي واحد الزليفه راه حدايا غير ما تبانش في الكاميرا، يعني تنورق غير بالزيت. عاد تندير ديك الخلطه والزبده والزيت اللي عندي، الزبده اللي عندي مذوبه مع الزيت. صافي نجبدوا العجين. شوفوا العجينه تبارك الله ما شاء الله زوينه بزاف، يعني تتجبد معكم كي بغيتو.
يعني المرحلة ديال المسمن المراحل ديال هي تخليوه يرتاح، ضروري تخليوه يرتاح باش يعطيكم الضوء على الخدمة. مازال أنا راه ما خليتهش يرتاح بزاف بزاف، يعني قد ما خليتو يرتاح ريحة العجين دغيا تتورق معكم ما تاخدش ليكم شي مجهود كبير. تندير الخلطة تاع الزبدة والزيت مع الخلطة ديال الفينو اللي شفنا توريق اللي زوين صافي، وتنقطع العجين على شكل مربعات كما تلاحظوا معايا. انا تنحط هنا المسمنات وغادي نقطع العجين عفوا صافي على شكل مربعات. وهنا كتنقط يعني تنحط المسمنه يعني تتبان ليا العبار اللي غادي نقطع على هاد الطريقه هكا وتنطوي العجين كما قلت لكم. الا بغيتوش تذوبلوا المسمن ما تذوبلوش، الطريقه حتى هي راه زوينه، يعني كره واحده تخرج لكم 4 ديال المسمنات وما غاديش يجيكم كبار بزاف. صافي تنبسطوا العجين مع الجناب نخليوهاش غليظه وتنطوي العجين. طريقه سهله زوينه بزاف مختصره، يعني دغيا تتسالي المسمن ديالك. صافي الطريقه الثالثه غادي نوريكم حتى هي فاني ساهله، نفس الطريقه حتى هي غير مختصره على في نفس الوقت هي يعني مختصره على واحد شويه. صافي تنورقوا العجين مزيان مزيان كما ذكرت معكم، يبان لنا سطح العمل ضروري تورقوا العجين مزيان باش يبان لكم سطح العمل وتعرفوا المسمن ديالكم غادي يجيكم مورق ويجيكم زوين. صافي هنا تنبركوا على الوسط ما نخليوهش غليظ. صافي تنرش بالزبده والزيت اللي عندي مذوبين، تدهنوا كامل على العجين كما تلاحظوا معايا وتنرش بهذيك الخلطه ديال الفينو. صافي الطريقه راه واضحه. وغادي نقطع المسمنات على شكل مربع كما تشوفوا معايا، يعني مسمنات اللي يجيونا صغار ما تيجيوناش كبار، يعني كما تلاحظوا معايا راه ماشي صغار بزاف وماشي كبار فاني بزاف. هكايا درت هاد الطريقه. هنا غادي دغيا غادي نغلب عليه، يعني ندير وحده في قلب وحده بلا ما نتسنى، يعني تنشكلهم كاملين. هاد الطريقه هني بنفس الطريقه سهله، يعني اي طريقه اللي جاتكم سهله خدموا بها. صافي غادي نمشيو كما تلاحظوا معايا نفس الطريقه. نتمنى الفيديو راه شارح راسو، ونبسطوا العجينه مع الجنه ما نخلوهاش غليظه. ضروري الجنيبات هكا نضغطوا عليهم مزيان. صافي هنا غادي نكملهم ونغطي عليهم نخليهم يرتاحوا. وقد ما خليتهم فين يرتاحوا معاها وحدهم، يعني وحده في قلب وحده شويه يشدوا الوقت في الارتياحيه، خصهم يرتاحوا ماشي حال كل وحده بوحدها. انا غطيت عليهم وخليتهم يرتاحوا. من بعد ما غادي ندوزو للمرحله ديال الطياب. المقله درتها ديال السخون خاصه بالحرشه والمسمن كما تلاحظوا معايا. وغادي نبدا نورق العجين ديالي، غنقرص العجين ديالي المسمنه ديالي ونبدا نحط ونطيب. يعني الطريقه اللي واضحه وزوينه. تحطوا المسمن ديالكم تقلبوه يعني باش يجيكم ممرق من الداخل ما يجيكمش يعني ملاصق على بعضياته. كي تحطوا المسمنه قلبوها وعطيوه التحراك دوار دوار تيتحمر لكم المسمن. دائما النار تكون متوسطه ما تجهدوش النار باش ما يجي تخطفش لكم غير من برا ويبقى لكم معجن من الداخل. صافي هنا طيبت الاولى وغادي نمشي بنفس الطريقه كما تلاحظوا معايا. هنا كي حطيتها غادي نقلبها، يعني ما تخليوهاش تتحمر. يلا بدات غادي تتحمر مع المقله سخونه. هو دغيا بدات تسخن المقله دغيا تيبقى يتحمر المسمن، ولكن نتوما غلبوا عليه بالتقلاب. صافي وتا واحد المسمن اللي رائع بزاف. صافي تنعطيه التقلاب والدوار كما تشوفوا معايا. صافي غنمشي بنفس الطريقه تنكمل المسمن ديالي كامل وندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد المسمنات اللي حضرت معكم بطريقه نتمنى تنال اعجابكم. وهذه هي الطريقه اللي جات رائعه بزاف عجبتني بزاف، الطريقه اللي زوينه مختصره. هاكا اللي تتبغي المسمن اللي يجيها ممرق اكثر راه تجي الطريقه زوينه بزاف، نتمنى تنال اعجابكم. وكامل تيجينا محلول تيجينا ممرق من الداخل. والتوريقه يعني سمعوا الصوت اللي فيه راه تيجي زوين بزاف وتيجيكم كامل مرق ومحلول. تسمعوا التقرميشه اللي فيه تجي رائع المسمن هذا. وهذا هو فيديو اليوم، نتمنى ينال اعجابكم. ما تبخلوش ليا بلي لايك ديالكم بارطاج مع الاحباب والصحاب، وتنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم. ساهل تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش ليا بلي لايك التشجيع ديالكم، تنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم. وتنقول لكم بالسلام عليكم، خليتكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، خليتكم على خير.